بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل وصفه النهارده الكوردون بلو. انا عملته قبل كده معاكم في فيديو، بس المره دي هعمله معاكم بطريقه اسهل. انا هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا نص كيلو صدور مفرومه، طبعا الكميه تقدري عايزه تزودي عايزه تقللي براحتك. البهارات سهله خالص، كل اللي عندي ملح وفلفل اسود وجنزبيل باودر وتوم وبصل باودر. انا هقلبهم كويس مع بعض. بعد ما قلبتهم هعملهم بقى كور متساويه بالشكل ده. هخلص كل الكميه بنفس الطريقه. انا خلصت كل الكميه، عملتها كور بالمنظر دوت. وعندي هنا كمان تركي وروز بيف وجبنه شيدر وجبنه موتزاريلا، المتاح بالنسبه لك اي نوع جبنه. ما توقفيش نفسك خالص. انا هقول لكم بقى دلوقتي طريقه التشكيل. عندي هنا كيس ثلاجه فتحاه او بلاستيك راب، برضو المتاح بالنسبه لك. هحط الكوره كده بتاعه الفراخ عندي في النص، وهقفل عليها الكيس بالشكل ده. وعندي هنا اي صينيه مدوره هعملها كده، اضغط عليها بحيث انها تديني نفس الشكل ده. وابتدي بقى ارص الروز بيف وعليها شريحه الجبنه وكمان التركي، برضو احط شويه موزاريلا كده من فوق. وابتدي بقى اقفل الكيس عليها بالطريقه دي، والاطراف تمام. هاخد الزيادات كده هعملها برضو كوره من اول وجديد. اهم حاجه تبقى عندي بالشكل ده. هشيلها بقى، هعمل كل الكميه بنفس الطريقه. انا هقفل بس الحته بتاعه الجبنه دي. انا بقى هخلص كل الكميه بنفس الطريقه. انا خدت حته فراخ وسديت بيها الفراغ دوت عشان كانت تتقفل عندي مظبوط، ما يبقاش فيها فتحات. هخلص كل الكميه بنفس الطريقه وهحطها في الفريزر نص ساعه علشان ما تفكش مني وانا ببدرها. خلصت كل الكميه اهي، سبتها كمان بنفس الكيس علشان اضمن ان مفيش حاجه تبقى مفكوكه منها. هشيلها بقى في الفريزر لمده نص ساعه عشان زي ما قلت لكم لما اجي ابدرها بالدقيق والبيض والبقسماط ما تفكش مني. انا بقى هطلعها لكم لما نيجي نبدرها. فوتها زي ما قلت لكم نص ساعه كده في الفريزر. عندي هنا دقيق وبقسماط وبيض على لبن وعليهم رشه فلفل اسود ورشه ملح. هبتدي كده افكها من الكيس، ابدرها بالدقيق وبعد كده احطها في البيض واللبن. وطبعا في الاثناء ديت انا حاطه الزيت على النار يكون سخن، بس تكون النار متوسطه عشان ما تاخدش لون من بره وتبقى لسه نيه من جوه. وبعد كده احطها هنا في البقسماط. هجهز بقى كل الكميه كده بنفس الطريقه. انا دلوقتي هبتدي اسقطها في الزيت. هي دلوقتي عندي خدت لون ذهبي، بصوا بسم الله. هطلعها دلوقتي واخلص كل الكميه واوريلكم بقى شكلها في الاخر. شكلها النهائي بعد ما استوت ده كمان شكلها من جوه. عايزه اقول لكم بجد طعمها وريحتها تحفه. وكمان القطعه الواحدة بسم الله ما شاء الله يعني كبيره وتشبع. الكميه اللي انا عملتها دي طلعت معايا 5. فلو انتوا بتحبوا تاكلوا وهتشبعوا هتعجبكم جدا ان شاء الله. اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم بوصفات تانية جديده.